السيجارة اللي عليها المارة يا راجل، خلاص يعني. طلبوا خرمان يبقى مصارين من شغال. هات يا عم نعناع، هات بدك شايف المرار اللي قاعدين نسمح فيه. جايين تور ما كمش حتى بس السجاير. والنبي تكون عليها المارة، خلينا نعرف نمخمخ. ها من اللي على المرة. ولا يا راجل ولع، انا بشربه. حبيبي هذا متولي. خليتها حلوة. لو انا جاي عشية في الميكروباص معيش فلوس عشان قلة الشغل. قال في تقول لك اسكندرية ناطرة، ولا في شغل ولا في خرا. استحلبت حتى من ورا السواق، ولا اديته اجر ولا بتاع، اتلخبطت وسط الناس. معيش فلوس، انا اعمل مش مشكلة انا وبتاع. طول عمرك صلبوط. هعمل ايه طيب؟ اجيب له منين انا؟ اجيب له منين 120 جنيه؟ هذا المصيبة، شوف الفقر، ولعت السيارة من ورا. حظك حتى مجنن. السجاير هشربها برضه. حظك خرف كل يا حاجة. اخويا من ساعة الكورونا والدنيا خربانة، مش لاقيين ننور حتى. زين يا راجل، يقول اسكندريه دي نروح ولا في شغل ولا مش وقرف وبس ونطره. ده انا دخت هناك. قولوا لي يا ربنا كرمني قلت عربيه جيت فيها، ومش عارف ايه الدنيا دي. اعمل ايه تاني؟ ولا ليا في الغير ولا ليا في اي حاجه، قاعد في البيت كده. اعمل ايه؟ ده بعد اسمه خلاص يعني. ايوه الغيط من حلاوته. ده مرار طافح يا ابني، الدنيا وقفت كلها. لو نلقى حتى شغلانة يا اخي. انا عندي، بس انا عندي مشروع ممكن يوكلنا دهب يا رجال. الهوا المشروع يا اخويا. مشروع ايه بس؟ يا ريت. مشاريع. مشروع عالمي. ايه هو المشروع ده يا عم نعناع؟ هنطلع حنوشة. حنوشه امال ايه؟ ليك حنش مصر. اشتغل على النشيد. امال ايه؟ هندور بحمير في البلاد عشان البيوت كلها مليانة حنوشة. يا ايوه. عم بلا حنوشه بلا غيره. طب خلاص خليكم قاعدين. خليكم قاعدين. حلو قهوة حنوشة. يا اخويا انا عندي شويه ترمس زرعهم من كان كده، هبلهم وابيعهم. ترمس ولا بوح يا راجل؟ يا عم هي دي هتوكل عيش. بدل ما انا قاعد كده يا عم نعناع. انا عندي مشروع حلو لي انا. قول يا اخو. هصنع بعربية بطاطا. مشروع حلو قوي دلوقتي. حلوه دي. بطاطا بيع البفتيكة بنص حلوة. جنيه وبجنيه. هتسلقها ولا هتشويها؟ اهويلها كده تروح جنيه. هويلها هويلها يا أخوي. احنا كلنا مهوينا. البلد خربانة يا اخي. مفيش شغلانة في البلد دي. مش عارف هنعمل ايه. شباب زي الورد، قال حناشين، قال وبوع. بس هتفرج. انا ان شاء الله هدور اوقع في البيوت كلها. ليه لوطر يا اخويا انت؟ اسيب ميه في البيوت وادور توقع فيها. انا نقعد كيف؟ شغلانته اللي متعود عليها. كورونا تعمل خربت إيه؟ بيوت الناس، ولا في بنى ولا في حط ولا في شيل، ده مرار. امال ايه بس؟ امال هنعمل ايه طيب؟ انا مش عارف يا اخي. حال وقف واصل، احنا فرحين غير في القعده والشاي والسجاير والدنيا. السلام عليكم السلام. السلام وبركاته. عم نعناع، خد كرسي حبيبي خد كرسي خد. اعمل لك شاي. ايه؟ اشرب شاي يا حاج، شارب. واشرب شاي معانا. اقعد يا ابو الخير. شارب يا حاج. جايلكم في موضوع حلو قوي في الايام السوداء دي. موضوع حلو قوي. ايه اللي حاصل؟ سمعت عن مصنع السكر. لا والله ما سمعناش. فين ده؟ مصنع السكر اللي في المنطقة بتاعتنا على الصحراوي. يا حبيبي التقديمات فتحت فيه يا عم نعناع. حبيبي بس يا رجالة. هنقدم كلنا ونتوظف فيه. كلنا هنروح. انا يا اخويا انا مسافر، مش هقعد في البلد بلا سكر بلا غيره. ورهنكم دي اصلا وظايفه محجوزه. انا مش هروح يا ابويا ولا يوظفونا احنا مش تبع البلد دي. والله الوظايف محجوزه من شهر واثنين وثلاثه لورا. انا مش ليه يا هروح. عم؟ يا عم صلى على النبي، ولا تروح ولا تيجي. ما التقديم شغال على النت وشغال. النت، ايوه النت. عايز تروح انت؟ انا اروح. انا قلت زي ما قلت لك الترمسات ابيعهم يا عم. ناس مين اللي الشغل وبتاع ده ما يتنططوا علينا ده، ولا يوظفونا ولا يجان. انا اعمل بالسكر احنا. هندور نحلل السكر احنا ولا همشي على اسكندريه زي ما جيت هروح. وانا يا عم تفرج في الحيطان اللي موقعها دي. وانا يا اخويا هروح اقدم. انا لا شرق ولا قلب. اديني قاعد مبلط في الخط
وانا اللي قلت هتفرح بالخبر اللي انا جايبه يا عم نعنيعه. يا عم الحاج انا جاي ماشي عشان انا تعبان مش هقدر اقعد تاني. وانا والله القعده مسخت قوي. والله يا ابويا ولا السلام عليكم. خدني معاك يا عم متولي القعده الشغل بقى غيره. يلا يا عم. يلا يا عم. ده الخراب تصبح على خير يا ابو الصحاب. الله يخليك يا عم سلام. روح يا اخويا روح. يلا يلا اتكل على الله. روح حتى الوظائف مش هتدخلنا روح توظفها. قعدتكم جنب. يا عم روح. يلا تعالى اتفضل. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. ازي حالك يا باشمهندس؟ أحسنت. عامل ايه يا باشمهندس؟ الله. ازي حالك؟ كنت عامل ايه؟ اسمك ايه؟ متولي معاك يا باشا. كنت شغال فين قبل كده يا متولي؟ انا شغال في اسكندريه بشيل رمله وطوب ليل ونهار. الله عليك. اقعد. وسمعت ان بالراحة على الكرسي. الوظائف افتتحت وعايز اتوظف معاكم باي طريق. عندك خبره فيها يا متولي؟ اللي تقول عليه انا اشتغل معاك زي ما تقول لي اعمل أنت في عارف المصنع. المصنع بتاعنا جاي ايه اللي انت جاي تشتغل، حاطط في دماغك فكره معينه جاي تشتغل شوف فيها. انت عايزني فيه وانا هعمل زي ما تقول لي اعمل انا هعمل. ادي اللي ليك عليا. اشتغلت فيه قبل كده؟ عايزني امن انا اموت في الامن. انا ليل ونهار اسهر في الامن. يعني لو في إيه. حاجه معديه كده ولا كده هتمنعها؟ لو ما فيش حد هيعدي طول ما انا موجود في المصنع مفيش حد يجي عندي. طيب تعليمك ايه يا متولي؟ تعليمي؟ انا ما رحتش مدارس خالص؟ ابدا. ده بالله هتقدر تقدم المصنع يا متولي؟ البطاقه زي الناس لما تقدم هي خلاص. حكايه. ايوه البطاقه خد البطاقه وخلاص. بطاقة ايه؟ انت جاي تقدم على تموين هنا؟ انت جاي تقدم في مصنع محترم. يا باشمهندس يعني لازم خبره، لازم تعليم، لازم في ورق بتقدم فيه. يا هو ده باشمهندس سيستم المصنع كده. البطاقه مشيها يا باشمهندس لغايه ما الامور تتعدل. شايف الوضع ما فيش شغل ولا في خرج. الامن شغلنا في الامن وخلاص. دخلك وخلاص يعني. ايوه الامن زي بعض. شايف الامن حلو ايه اللي الامن. تعرفه عن المصنع قبل ما تيجي؟ انت سمعت كده من بره من الناس بتداول يعني، ولا انت جاي كده وخلاص؟ انا الناس حكت قدامي ادي يومين كده وسمعت وقلت باذن الله اروح اكشر ربنا يسهل الحال. تفهم ايه انت في المصنع او خبرات المصنع او حاجات المصنع؟ تفهم ايه؟ انت وقفنا على البوابه ما فيش حد يخش غير لما تقول له ده يخش. بص يا استاذ، اسمك ايه متولي؟ بص متولي معاك يا باشا. ده سيناريو معين تمام وابلكيشن، لازم انا اعبي الابلكيشن ده عشان اعرف اقدم لك حاجه معينه افيدك. عايز ايه يعني؟ ده ايه ورق ايه يعني دلوقتي؟ جيب لي صوره شهاده المؤهل، صوره البطاقه. ما ليه انا ما رحتش مدرسه ولا رحت شهادة ولا الميلاد. ولا اي حاجه. قسيمه الجواز. مش طب أي متجوز حاجة. انا عايز اشتغل عشان طيب اتجوز. شهاده الوفاه اي شيء هاته. لا ده المصيبه. طيب خلاص سيب رقم تليفونك وانا هرد عليك. ولا مع التليفون ولا خرا. تمام. يا ده طب المصيبه. جيرانك ما عندهمش تليفون؟ ولا اي حد طب اي حد جنبك؟ ولا في حاجه. اي مصلحه يا باشمهندس معاك يا عم اي حاجه شغلنا في المصنع انا خلاص جبت عليا انا وحابه بتعرف كده. تكتب طيب؟ ولا اي حاجه خالص. انت بس وقفني على البوابه وقول لي اقف هنا ما تخليش حد يخش ولا يطلع. ادي طيب اللي ليك خلاص، عليا. خلاص انا هعرف اتواصل معاك. اتفضل يا متولي خلاص اتفضل. خير باذن الله يعني. ان خير شاء الله خير. روح. باذن الله خير. نظر زونين يا باشمهندس انا سني 25 سنه. 25 سنه متاكد؟ ايوه. ده اللي يشوفك يديك 55 50 وجاي تقدم في المصنع هنا. عمليه عارف طيب. المصنع عندنا الشغل فيه شاق جدا، يعني السن هيظبط معاك لو 25 سنه، مش 25 سنه. تمام 25 سنه. خبره ميكانيكي فين؟ مصالح شفافيط. مصلح شفافيط. ايوه. ومين قال لك على المصنع بتاعنا؟ سمعت لما يقول قاعد وانا ماشي في الطريق دلوقتي سمعت ناس بتقول في وظايف في المصنع تمام. وانت راح طب اقدم ايه اللي باذن ممكن الناس تقدمه للمصنع يا استاذ عليو؟ اللي انت عايزه كل حاجه تمام ايوه يعني في حاجه معينه جاي عليها من بره تقدم المصنع بتاعنا؟ اي حاجه عطلت اصلحها تصلح يعني. تقدر تنزل تحت المكنه وتصلح وتظبط ويعني. ان شاء الله. طب كويس، يعني مفكاتك معاك مفتاحك مفكات معاك. وكل حاجه معايا تمام. طيب ربنا ما يوقفلكش مفك. طيب المهم ان شاء الله باذن الله ورقك كامل. تمام اي ورقه كامل. طيب جهز لي ورقك ان شاء الله ورقم تليفونك وسيبه في الاستعلامات وان شاء الله هنرد عليك. ماشي يا باشمهندس. خلاص؟ تنساش ماشي. انت لا يعني. ما تخافش مش هنسى. ها؟ ما تخافش. تنساش انا. ما تخافش. اتفضل. ليه بس كده عملت ليه كده يا لا ده باشمهندس؟ عشان اعدلها لك وانت طالع. ماشي بس ما تنساش بس يا باشمهندس ماشي يا احنا ناس غلابه. تحت امرك. ماشي يا باشمهندس. تحت امرك. تحت السلام أمرك. عليكم. محمد عبد السلام حسين. محمد حسين عبد السلام. ماشي يا فندم. حضرتك انت عارف المصنع بتاعنا ده سمعت عنه ازاي او شفته ازاي او ايه اللي حصل بالظبط؟ والله انا عرفت ان انتوا فتحتوا مصنع في بلدنا، قلنا نقدم احنا اولى بيه، تمام. ولا ايه الوضع؟ مظبوط. أيوة. طيب عندك ايه الخبره؟ انا خبرة مهد حيطان. بتهد حيطان؟ ايوه ليه حضرتك شغال ايه؟ شغال مهد حيطان. ازاي ما تهد حيطان؟
يعني لو حيطة عايزني اوجعها اوجعها لك. يا فندم احنا مصنع قايم على اداره وحسابات احنا عايزين نشتغل اي حاجة. احنا عايزين حضرتك الخبره اللي تقدر ندخلك بيها المصنع. هي خبرتي وتوجيع الحيطان دي. طب احنا عايزين نبني مش عايزين نوجع. عايز تهد المصنع ونبنيه من جديد نهده. تعليمك يا فندم. انا مش بتعلم واصل كمان خالص. طيب ايه اللي ممكن تقدمه للمصنع؟ انا ما اقدمش حاجة، انا اتوظف واقبض. يعني انت همك كل انك تتوظف ايوه. طب وايه اللي استفدناه؟ مصنع جه في المنطقة بتاعتنا واحنا ولا بيه. طيب. عينونا نشتغل. طب ما لازم حضرتك لازم خبره، لازم تعليم، لازم في امكانيات. ما خبرة. طب ما يد حيطان. ايوه خبرتك. انا هكتب لك دلوقتي في الابلكيشن اما يهد حيطان. ايوه انا هملأ لك الابلكيشن اللي بتاعك هيوافق؟ ده ولا الكيشن بتاعك ده. انت بتعرف تكتب؟ لا كمان انا كمان اخلي مش موظف هتكتب؟ فينا يكتبوه لي. يا فندم انت مش جاي تطلع بطاقه، انت جاي تشتغل في مصنع. هو انتوا المصنع ده هتشغلوا فيه كله مهندسين؟ احنا هنشغل كله كله دكاترة؟ اكيد عايزين ناس هنا وناس هنا وناس هنا وناس هنا، طبقات الشغل ده. اكيد. انا بقول لك وظفني مدير، لا مسكني على بتاعه. لا يا عم مش وظفني في المصنع في منطقتنا واحنا اولى بيه. طيب حضرتك، طب انا عايز افهم حضرتك حاجه. ما احنا كده بنطلب التعليم، اوراق التعليم لازم تكون مكتمله. ايه اوراق التعليم يعني لازم مكتملة؟ يكون على الاقل معاك ابتدائي. معاك ابتدائي حتى؟ ولا اي ابتدائي. حاجه واصل. ما خدتش حتى؟ اقول لك اي. شغلني اي حاجه. طيب هشغلك ايه في المصنع؟ اي حاجه. ما انا لازم يا فندم يا عم افندم ايه؟ لازم يا افندم فندم. ايه؟ انا عايز اشتغل وخلاص، شغلني وخلاص وخلصنا الموضوع ده. طيب معاك تليفون؟ معايا. كده حلو. أخيراً معايا في واحد تليفون. معاه تليفون. ايوه. طيب حضرتك انت هترفع صورة شخصية. ارفعها تمام؟ كيف يعني؟ صورة شخصية هتجيبها معاك. تمام. اجيب صوره. صورة شخصية وشهادة الميلاد وشهادة المؤهل وهتلزم. شهاده المؤهل كيف وانا معيش تعليم؟ ما عندكش مؤهل. ايه يا استاذ؟ طيب طب ما انت حضرتك موظفينك صورة اهو، البطاقة. وانت باين عليك ما تعرفش حاجه، ما انا ما اعرفش حاجة. وموظفينك اهو. ما احنا اللي مطلوب مننا حاجات معينة. انت بس مطلوب مننا حطني واحد في خبرة. حطني في المصنع. يا عم أستاذ، خبرة يا ايه؟ أستاذ. لما هو مصنع واحنا ولسه مفتوح ما عندوش خبرة المصنع، واحنا يا برضه ما أستاذ. عندناش خبرة. طيب نفيد بعض احنا يا الاثنين. أستاذ. بس خلصنا الموضوع ده. مطلوب خبرة 15 سنة. لما انا يبقى عندي خبرة 15 سنة ايوه هروح اشتغل ليه في المصنع؟ حلو. وتعليم مش خبرة أقل- 15 مش سنة أقل في من وين؟ شهادة الإعدادية. عندنا خبرة في الحياة. طيب والخبرة في الحياة هتنفع في المصنع؟ يا عم ايوه هنشتغل، مش اشتغلنا أنت قلت وشفنا لي- المرار بره هنشتغل سبق قلت لي جوه. خبرة في الناس. صح ولا لا؟ يا عم خبرة الناس ايه وخبرة؟ انا عندي خبرة موقع حيطان طيب حلو. وعايز اشتغل وسني لسه صغير والوظيفة دي لايقة عليا. عندك كم سنة؟ يلا يا استاذ احنا مستعجلين. عندك كم سنة؟ انا عندي 25 سنة. هو كل اللي داخل 25. ايوه مش انتوا الوظيفة بتاعتكم من 25 وطالع مظبطين بعض لحد كلكم 30 مع 35. ده انت سنك يديك 45. هتجيبوا الناس من اخر الدنيا توظفوها عندنا هنا. احنا عايزين نتوظف يا عم. طيب خلاص حضرتك هتعبي الابلكيشن بره. يا عم ابلكيشن مش ابلكيشن، هعبيه بره وهدي الموظف انا واخليه يتوظف. طيب خلاص ماشي. ماشي يا استاذ. كتبت اسمي هنا. استاذ عبد السلام. اه عبد السلام استاذ محمد حسين. محمد. ايوه اتفضل اتفضل. ازي حالك عامل ايه؟ الحمد لله أخبارك هندسه. تمام؟ تمام ازي الحال؟ تمام الحمد لله. نعناعه اسمه ايه؟ نعناعه. نعناعة. طيب حضرتك سمعت على الاعلان ده من ايه بالظبط؟ انا والله لقيت الناس كله اللي مشرق ومبحر ما يرقص على مصنع السكر، قلت اروح اشوف الدنيا فيه ايه. شرفنا بيك يا فندم. حبيبي طيب تعليمك ايه؟ تعليمك انا معايا دبلوم زراعه قسم قلوحه. اسمه ايه؟ قلوحه يا بجم ايه؟ يا باشا يا باشا. لا حول الله يا رب. طيب الخبرة ايه يا فندم؟ انا حضرتك اسال عليا في البلد. تمام. انا تاجر شكاير اسمنت فاضيه بس وتاجر هلوس. وجاي تشتغل في المصنع هنا عندنا يعني؟ ايوه اللي انتوا عايزينه. طب ايه اللي ممكن تقدمه للمصنع هنا يا استاذ؟ انا اعرف ان المصنع مصنع سكر. تمام. مشكله السكر مع ايه؟ مع النمل. انا عامل مشروع مش هيخلي النملايه تاخد حته السكرايه،
قول لي ازاي. ازاي؟ طيب احنا كل كيلو سكر هنكتب عليه ملح. النمل يخش يلقى كيس السكر مكتوب عليه ملح مش هيجي عنده خالص. ده ايه الفكاكه دي؟ عيب عليك، ده انا معلم. الدماغ دي. اها انت قلت لي كنت شغال فين قبل كده؟ انا تاجر شكار فاضيه، وفي برضه سنه اشتغلت فيها مفتش مراجيح مولد النبي. هو الجواب باين من عنوانه. اسمك ايه قلت لي؟ اسمي نعناع. تمام. يعني انت عارف ايه اللي هتقدمه للمصنع بالظبط؟ تمام زي ما قلت لك. راس الجدول. زي ما قلت لك. طيب انت حضرتك يعني انت جاي تشتغل؟ لا بصراحه. امال جاي بعد الهلاك ده كله جاي تعمل ايه؟ انا جاي اقول لكم ما تعملوش حسابي في الشغلانه. اطلع بره يا استاذ، اطلع بره. يا راجل حرام عليكم، ما بهرجش دي كلها واسطه. وامال تقولوا قدموا على النت وما تقدموش على النت، ودايرين نشرق ونغرب وكله هيعين اللي ليه. امن يا استاذ. امن ايه يا راجل؟ وسكر ايه وملح ايه؟ روح.